السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين مع بعض في البلاي ليست الخاصه بالبرفورمانس عندنا للموبايل اب بتاعنا في فلاتر. ان شاء الله ده الفيديو الثاني. هحاول ان شاء الله الفيديو ده برضو ما اطولش. انا حاولت ما اطولش الفيديو اللي فات، بس هو سحب مني في الكلام. فان شاء الله الفيديو ده مش هنطول، وان شاء الله هيبقى مفيد وهيوضح لك حاجه عمليه او تشوفها بعينك في التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه. بس قبل ما تبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وناس اكتر تستفاد. خلونا كده نشوف اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. دايما وانت شغال يقولك ايه؟ ما تروحش تعمل ليست فيو. لو انت عندك عناصر كتير ما تروحش تعمل ليست فيو عاديه، روح اعمل لي ليست فيو دوت بيلدر. ليه ليست فيو دوت بيلدر؟ استنى بقى عشان لو محدش واخد باله. دي الليست فيو العاديه، هي ليست فيو. تعال هعملها لكم هنا كده. تعالى هنا، عباره عن ليست فيو، وبتاخد شيلدرن وبتضيف فيها الايتمز اللي عندك زيها زي الكولوم بس فيها سكرولنج. طبعا بتكلم كرايتنج ككتابه، يعني انت بتكتب ليست فيو جوه شيلدرن. طيب الثانيه ليست فيو دوت بيلدر، وبتاخد بيلدر فيه كونتنت واندكس، يعني وبتاخد ايتم كاونت. دايما تلاقي بيقول لك استخدم ليست فيو دوت بيلدر لو انت عندك ايتمز كتيره، لان هو بيرندر الايتمز في الليست فيو دوت بيلدر، الايتمز اللي موجوده بس على السكرينه. وكل ما انت تسكرول هيروح يرندر ويظهر ليك، يرندر يعني يرسم لك على الشاشه ويظهر لك الايتمز اللي موجودين حاليا. فبالتالي البرفورمانس عندك مش هيتاثر قوي. هو انت مثلا لو انت عندك 1000 ايتم، انت ظاهر لك على الشاشه 5 مثلا، هو هيرسم الخمسه بس، ولما تسكرول هيروح يرسم لك اللي تحتهم. فبالتالي البرفورمانس عندك هيبقى احسن. طيب انا دايما بسمع كده وما جربتهاش وما شفتهاش. طيب نجربها ازاي ونشوفها ازاي؟ انا عملت لكم اكزامبل، خلونا نشوف هنعمله ازاي. الاكزامبل ده عباره عن 2 باتنز. الباتن الاول لما بضغط عليه بيوديني على الليسته العاديه خالص فيها 10000 ايتم، والباتن الثاني بيوديني على الليست فيو دوت بيلدر فيها نفس الكلام 10000 ايتم برضو. الايتم عندي هو كاونتر عادي خالص، تكست فيه الكاونتر. وعملت حاجه كويسه جدا، جيت طبعت فقبل ما اروح على الصفحه طبعت ان انا رايح على الصفحه اللي فيها 10000 ويدجت مره واحده. وبعدين وهو بيعمل بيلد للايتمز اللي جوه الليست فيو هنا كده، قلت له اطبع لي الاندكس بتاع الايتم. وجيت برضو في الليست فيو دوت بيلدر عملت نفس الكلام. فبالتالي هو المفروض هيطبع اول ما انا ادخل السكرين هيطبع. فانت متوقع هيطبع لك ايه؟ خلونا كده نرن. انا هعمل سيف للكود. انا ما اهتمتش طبعا باليو اي، انا اهم حاجه عندي يوصل ليك الفكره. دي الباد ليست اللي هي الليست، يعني خلينا نقول باد ليست. هي طبعا لها استخداماتها لما يبقى عندك الايتمز مش كتار، مش مستاهل استخدم ليست فيو دوت بيلدر، بس خلينا نقولها بالاسم ده. عندي ليست فيو هيوديني على الصفحه دي اللي هو نافيجيتور دوت بوش، الصفحه اللي فيها 10000 ايتم معروضين بالطريقه بتاعت ليست فيو العاديه. لما هضغط ايه اللي هيحصل؟ عاوز اتابع عندي الديباج كونسول دي اهو. ضغطت هنا، شوف راح عمل ايه؟ ما راحش على الصفحه ولا ظهر السكرينه الا لما عدى على ال 10000 ايتم، يعني طبع كل دول. طبعا يعني استنى، طبعا عدى عندك وطبع كل الايتمز دي، يعني ما راحش على السكرين لما طبعهم. يعني ده معناه ان هو رسم كل الايتمز، يعني هو قام رايح رسم 10000 ايتم على السكرين اول ما انا دخلت، اول ما جه يعرض الليست فيو دي. طيب الثانيه، تعالوا نرجع بقى للسكرين كده ونشوف وانت هتلاحظ الفرق. عاوزك بس تلاحظ هو خد وقت قد ايه واحنا رايحين للصفحه اللي فيها 10000 ايتم بالليست فيو العاديه. قعد فتره كويسه، قعد كذا ثانيه عما يروح. تعال نجرب بقى الثانيه. تعال نضغط كده، ضغطنا عليها، شوف عمل ايه. راح طبع اول 14 ايتم بس، اللي هو شويه الايتمز دي، ويعني وايتمز تحتهم بحيث انت لما تسكرول ما يبانش ان مفيش داتا عندك. فهو طبع 14 عنصر بس، منهم 15 عنصر مش 14. وكل لما انت تسكرول هيروح يطبع. يعني بص تعال نروح للصفحه بتاعت سكرول اللي هي الليست دوت بيلدر. هو هنا قال لك بيلدينج ويدجت وطبع 15 ايتم بس من 0 ل 14. طب تعالوا ننزل شويه كده، هتبص هتلاقيه بيعمل ايه. هو بيرندر بس اللي على السكرينه،
عمال يزود بس اللي انت موجود عليه، بيرسم بس اللي انت موجود عليه، لكن التاني هو لسه مش موجود، انا اعمله ريندر ليه؟ وده عيب الليست فيو العاديه. اظن ده هيبان معاك لما تشتغل على ابس فيها حاجه زي كده. طبعا انت طبعا عمرك يعني مش هتحتاج تشتغل في حاجه مثلا يبقى عندك 10000 عنصر من غير باجينيشن، يعني ان هو اللي هو الباك اند عندك يبقى منظم لك طريقه ان انت هتلود بس اللي انت عاوزه برضه. بس احنا كنا بنوضح الفرق وازاي حاجه زي دي ممكن تاثر. يعني لو انت عندك شويه عناصر مثلا، ليه اصلا انا اعرض على السكرين حاجه لسه مش موجوده؟ يعني ليه انا اروح ارندر حاجه لسه مش موجوده؟ افرض اصلا اليوزر ما عملش سكرول، هو مثلا احنا بنجيب له مثلا اخر اوردرات ليه، مثلا اليوزر ده عامل 200 اوردر في اي كوميرس عادي، عمل 200 اوردر، هو داخل اما بيدخل يشوف الستيتس هو عايز يشوف اخر اول 3 بس، يعني اقرب 3 ليه. فانا ليه اروح مثلا اعمل ريندر للليست اللي هي فيها اصلا 200 ايتم دي؟ طب ما ريندر بس على قد السكرينه اول 5 6 عناصر وخلاص. هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون بان للناس ووضح ليهم الفرق بين الليست فيو العاديه اللي بتاخد وقت وبترندر كل الايتمز اللي فيها بمجرد ما بتتحط على السكرينه، وبين الليست فيو دوت بيلدر اللي بترندر بس الايتمز اللي موجوده حاليا على السكرين، واما اليوزر بيسكرول بتبدا ترسم الجديد. بس كده، اتمنى فيديو النهارده يكون فاد الناس، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.